السلام عليكم. عندي بس سؤال صغير كده، هو لحد فين ولحد امتى؟ يعني حد يا جماعة من العالمين كده يرد علينا، الوزراء اللي قاعدين هناك وأعضاء مجلس الشعب وقيادة الدولة كلها قاعدة هناك، قاعدة بقى بيقابلوا الناس وبيدوا قرارات من هناك. طب حد يرد على المصريين اللي قاعدين في القاهرة والصعيد والمحافظات التانية اللي ما فيهاش العالمين وما فيهاش العاصمة الإدارية وما فيهاش القصور، ما فيهاش حاجة، هي بيوت عادية خالص بيتقطع النور عنها مثلا كل يوم تقريبا. ردوا علينا في قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم بقاله سنة، واحنا هنصحى الصبح كده هنلاقي 7 سنين فاتوا اللي هو للبيوت و5 سنين للتجاري، هنلاقيهم برضو راحوا خلاص. قالوا الجيم لسه ما خلصش. لما القانون الايجار القديم طلع قال لك يا جماعه ما تزعلوش وما تتضايقوش، الجيم لسه ما خلصش. في محكمه دستوريه نزيهه وفي محكمه النقد دي هتبت في الموضوع. بقالنا سنه لحياه الليمنتونيتي تأجيل 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 تأجيل، ومش شايفين بركة أمل تدي إحساس إن الناس ديت معانا وشايفانا وسمع أنين الناس اللي هي بتعاني. هما الحكومة بتعمل إيه بقى؟ بتقوم مديها القرار وبعدين أنت تجري ورا بقى إيه؟ في محكمة النقد، في محكمة المحكمة الدستورية، وبعدين قانون الأحوال الشخصية يدوا برضو قانون كده مالوش دعوة بالواقع خالص، وبعدين يقول لك اجري بقى ورا الايه، ولا الأحوال الشخصية. طب لا ده حاجات كتير يعني. دي احنا بس بنتكلم دلوقتي على قانون الإيجار القديم بقاله سنة ولا حياة إلا ما انتوا نادي، والدنيا ماشية زي ما هي، ولا واخدين بالهم من أنين الناس الكبيرة اللي هي المفروض ادت رسالة في البلد وخلاص بقى هي قضت رسالتها وعايزة تعيش في أمان وتعيش في راحة بال. لا خلاص ما فيش مشكلة. في حاجة تانية نقوم قايمين من الصبح كده نلاقي مثلا ايه الناس اتشالوا من التموين. ليه يا جماعة؟ لا بس انتوا لو عندكم تظلمات نروح بقى للجهة المسؤولة عن التظلمات، شوفوا بقى انتوا حالكم ايه. ليه اتشالتوا من بطاقة التموين؟ تفضل تجري في بطاقة التموين وتشوف بقى انت اتشالت ليه، طب انت مظلوم، طب انت مش مظلوم، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي كان. احنا عايشين حياتنا كده. طيب جت الحرب بتاعت ايران وامريكا والقرف اللي احنا عايشين فيه ده بقى لنا داخلين على سنة. يغلوا المحروقات 3 جنيه. قالوا يا جماعة لما الحرب تقف احنا هنرجع 3 جنيه. وبعدين ايه مع التبعيات ليها؟ الحرب بقى اشتغلت، قعدنا بقى ندعي من ربنا ان الحرب تخلص، ان الحرب تغور بقى من وشنا، يا رب الدنيا تهدى. الدنيا هدت شوية، 3 جنيه ما نزلوش. ما هو 3 جنيه مش هما 3 جنيه، يعني انت بتتكلم في 3 جنيه ان 3 جنيه دي علت عليك الحياة وعلت عليك الدنيا وعلت عليك النفس اللي انت بتتنفسه، والمبلغ اللي كان بيقضيك ما عادش بيقضيك. هو المحروقات بتاخد في وشها حاجات كتيرة قوي. لو احنا قعدنا نعدها من هنا ل20 فيديو مش هنخلصها. فقعدنا ندعي من ربنا ان الحرب تقف، ان الدنيا تهدى، ان مش عارف ايه. المهم 3 جنيه ما نزلوش، ولا تبعيات 3 جنيه نزلت. يعني إيه؟ انت عارف انت عايش في ضغط نفسي قد ايه؟ يعني نفسي الناس اللي في العالمين ببعت لهم الرسالة دي. انتوا حاسين بمعاناة الشعب المصري اللي انتوا بتحكموه؟ طب انتوا معانا في الكوكب اللي احنا فيه ده ولا انتوا مش معانا في الكوكب؟ وصل صوتك.